فيلمنا اسمه انكانتو وبتدور احداثه في كولومبيا، ودي ميرابل وبتتكلم معاها جدتها وبتقول لها ان النهارده الميعاد اللي هتاخد فيه الهبه السحريه بتاعتها. وبتسالها ميرابل اذا كانت الشمعه دي فعلا هي مصدر القوه السحريه بتاعتهم، فبتقول لها جدتها وهحكي لكم قصه الشمعه دي كمان شويه. وبتسال ميرابل جدتها تفتكري ايه هتكون الهبه السحريه بتاعتي، لكن جدتها بتقول لها ايا كانت الهبه السحريه بتاعتك ايه اكيد هتكون مميزه زيك. وبتروح ميرابل تقف قدام الباب اللي المفروض وراه الهبة السحرية بتاعتها، لكن أول ما بتلمسه الباب بيبدأ يختفي وما بيكونش فيه أي قوة أو هبة سحرية ليها. وتعالوا بقى دلوقتي أحكي لكم قصة الشمعة السحرية دي الجدة مادريجال لما كانت لسه شابة، وده حبيبها بيدرو، واللي بيتجوزوا بيخلفوا بنتين وولد، وبتكون الحياة جميلة جدا لحد ما بيضطروا يسيبوا قريتهم بسبب هجوم ناس عليها. وبيضحي بيدرو بنفسه علشان ينقذ مادريجال وأولادهم. وبعدها بتلاقي مادريجال الشمعة السحرية دي اللي نورها ما بيطفيش أبدا، واللي بتقدر تعمل معجزات. واول معجزة انها بنت بيت كبير سحري مكان بيتهم القديم اللي اتهد. البيت من جماله كان اشبه بالجنة، وكل حاجة فيه مسخرة لخدمتها هي واولادها. ولما كبروا اولادها التلاتة منحت الشمعة كل واحد فيهم قوة وهبة سحرية خاصة بيه، وفضلوا عايشين في وسط المدينة بيساعدوا الناس بقواهم السحرية دي. ودلوقتي جه الوقت نتعرف على عيلة مادريجال، واللي هتعرفنا عليهم هي ميرابل بس بعد ما عدى سنين وكبرت شوية. اليوم ده كان مميز وكانت الأسرة كلها بتحتفل لأن أنطونيو هياخد الهبة المميزة بتاعته من الشمعة السحرية. وبيروحوا الولاد الحشريين دول لميرابل وبيبدأوا يسألوها ايه الهبة السحرية اللي عندك وعند عيلتك، فبتبدأ ميرابل تعرفهم على عيلتها واحد واحد. دي خالتها بيبا أم الزعابيب، وده لأن مودها بيأثر على حالة الجو، يعني لما بتتعصب أو بتتضايق بتقلب الدنيا أعاصير. أما بقى خالها برونو فكان بيشوف المستقبل بس فجأة اختفى. مامتها بقى جولييتا فبتقدر تخفف المرضى بوصفات الأكل بتاعتها. أما دول فيبقوا باباها وجوز خالتها واللي بقوا جزء من العيلة. وعرفتهم على ولاد خالتها بيبا أم الزعابيب، وأول واحدة هي دولاريس واللي ودانها بتجيب آخر الشارع وبتقدر تسمع أي حاجة، وأخوها كاميلو اللي بيقدر يغير شكله لأي حد. أما بقى أنطونيو فهنعرف النهاردة ايه هي الهبة بتاعته. أما بقى إخوات ميرابل الكبار فأول واحدة هي إيزابيلا واللي بتقدر تزرع الورد في أي حتة بمجرد ما بتشاور بإيديها. وتاني واحدة هي لويسا عضلات واللي تقدر تشيل عمارة من مكانها بكل سهولة. وبس كده أنا كده عرفتكم على كل العيلة. وسألوها انتي بقى ايه الهبة بتاعتك، لكن هي فضلت تتوه في الكلام، بس الولاد ما سابوهاش وسمعتهم دولاريس وقالت لهم ان ميرابل ما عندهاش اي هبة اصلا. وفضلت ميرابل منبوذة من عيلتها، وده لان هي الوحيدة اللي مختلفة فيهم، وخصوصا من جدتها اللي طلبت منها انها ما تساعدهمش في اي حاجة خالص النهاردة، وكفاية اللي حصل معاها. وبتروح ميرابل تطمن انطونيو اللي بيكون خايف انه ما يلاقيش باب يدخل منه زي ما حصل معاها، لكن هي بتطمنه وبتقوله ايه اللي هيحصل، يعني اخرتها هتقعد في اوضة عادية زي دي. وبالليل بيتملي البيت بالناس اللي جاية علشان الاحتفال، والبيت بيتشقلب حرفيا علشان يساعدهم. وبيكون توم كروز اللي قدامنا ده قاعد بيتفرج بحب وهيام على إيزابيلا اللي شايفة نفسها لمجرد ان هي بتملى المكان كله ورد بحركة واحدة من ايديها. المهم ما علينا، بتيجي اللحظة الحاسمة وبيقف أنطونيو قدام باب أوضته السحرية اللي المفروض من خلالها هيعرف ايه الهبة بتاعته. وبيفتح الباب وبيلاقي جوه حيوانات كتير، وبنعرف ان هبته السحرية انه بيقدر يفهم كلام الحيوانات. وبتفرح العيلة كلها بأنطونيو وبيتجمعوا مع بعض علشان ياخدوا صورة سوا، ومحدش فيهم بيلاحظ ان الصورة دي ناقصها ميرابل اللي بتفضل تقول لنفسها لا انا مش هتضايق، وبعدها بتفكر وبتلاقي نفسها متضايقة لان هي الوحيدة في عيلتها اللي مختلفة وما عندهاش هبة سحرية. في الوقت اللي العيلة كلها فيه بتحتفل بأنطونيو بتشوف ميرابل حاجة غريبة جدا. بتبدأ أرضيات البيت والحيطان تتشقق والشمعة نورها بيبدأ يتهز، وكمان الأبواب السحرية الخاصة بالأوض بتبدأ تنطفي. فبتجري ميرابل على عيلتها علشان تقول لهم، وبتروح جدتها معاها لكن ما بتلاقيش أي حاجة، فبتتضايق جدتها منها وبتقول للناس إن بيت مادريجال استحالة يحصل له أي حاجة. وبتتكلم معاها والدتها وبتقول لها انها اكيد تعبت النهارده علشان كده تهيأ لها كل اللي حصل ده، لكن ميرابل بتقول لها لو انا كان بيتهيأ لي ازاي ايدي اتجرحت. وبتعمل لها اكل علشان يشفي لها ايديها، وبتقول لها ان هي مميزه زيها زي اي حد في العيله. وبتدخل ميرابل عشان تنام، لكن برضو بتشوف ان حيطان البيت بتتشقق وان البيت بيتهد. فبتروح تطمن على الشمعة عند شباك جدتها، لكن بتشوف جدتها وهي بتكلم صورة جدها وبتقوله ان المعجزة بتاعتهم بتحتضر وان بيتهم بيتهد فعلا. هي مش عارفة اصلا ايه السبب في ده، فبتطلب منه انه يساعدها ويبعت لها اشارة علشان تقدر تنقذ عيلتهم والمعجزة بتاعتهم. وهنا بتقرر ميرابل ان هي اللي هتحاول تلاقي حل علشان تنقذ المعجزة بتاعتهم. وهنا بتروح ميرابل لدولاريس وبتبدأ تسألها اذا كانت سمعت حاجة كده ولا كده عن زوال السحر،
فبتقول لها دولاريس انها سمعت ان لويسا عينها بترف ومقلقه بسبب الموضوع ده، وبتروح ميرابيل للويسا عشان تسالها، لكن جدتها ما بتديهاش فرصه لده لانها بتجمعهم كلهم مع بعض عشان تعلن انها قررت انها تجوز توم كروز لايزابيلا علشان مصلحه العيله. المهم بعد ما خلصوا اكل بتروح ميرابيل ورا لويسا اللي رايحه شغلها، وبتبدا تعدل البيوت المايله وتنقل الكنيسه من مكانها وتجمع الحمير كلهم على ظهرها علشان توديهم الحظيره من تاني. فبتروح ميرابيل وبتسالها اذا كانت سمعت اي حاجه عن زوال السحر ولا لا. لويسا بقى قالت لها انها سمعت العيله وهي صغيره بتتكلم عن تنبؤ خالهم برونو بان السحر في خطر، وبتقول لها لو عايزه تعرفي حاجات اكتر تقدري تروحي اوضه برونو بس خلي بالك. وبتتسحب ميرابيل فعلا وبتدخل برج خالها برونو اللي محدش بيدخله من سنين، وبتلاقي سلم طويل فبتطلعه وبتعدي بالحبل ده للناحية التانية، ووقتها بتدخل كهف كبير مظلم بتلاقي جواه قطع سحرية مكسرة، ولما بتجمع قطع منها بتشوف صورتها فبتجمع كل القطع وبتاخدها معاها. وهنا بتدخل عليها لويسا وهي بتزعق لها وتقول لها نورتي فيها، اديني بدأت احس بتقل الحمير وانا شايلاهم وحاسه ان قوتي بتروح، وبتدخل اوضتها تعيط. تدخل عليها خالتها بيبا وبتقول لها انها سمعتها وهي بتجيب في سيرة خالها برونو، وبيدخل جوز خالتها وبيكلموها هما الاتنين بان ممنوع ان هما يجيبوا سيرة برونو لانه بيتنبأ بالمستقبل وكل اللي بيتنبأ بيه بيحصل، وان افظع حاجة تنبأ بيها الخال برونو هي زوال السحر، وشاف في النبوءة صورة ميرابيلا وان من وقتها هو اختفى وبطلوا يجيبوا سيرته. وبتبدأ ميرابيلا تجمع القطع اللي جمعتها من برج خالها برونو فبتشوف صورتها كاملة وواضحة، وفي الوقت ده بيدخل عليها باباها وبياخد منها النبوءة وبيقول لها ما تتكلمش في الموضوع ده ابدا مع اي حد وخصوصا جدتها، لكن طبعا بتسمعهم دولاريس واللي بتروح تقول لاخوها كاميلو على اللي سمعته وبيتغير شكله بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بيجي اهل القرية كلهم للجدة علشان يسألوها عن موضوع زوال الهبة السحرية ده، لكن هي بتطمنهم ان مفيش اي حاجة من دي بتحصل. وبتيجي فران أنطونيو وبتسرق القطع بتاعة النبوءة السحرية فبتجري وراهم ميرابيل لحد ما بيدخلوها المكان مهجور، وهناك بتلاقي خالها برونو اللي هو سايب البيت ومختفي لكن هو مستخبي في أوضة سرية جوه البيت. وبتسأل ميرابيل خالها برونو عن سبب وجودها في النبوءة بتاعته وانها نفسها تعمل اي حاجة تخلي العيلة دي فخورة بيها، وهو قال لها ان اليوم اللي كانت المفروض تاخد فيه الهبة السحرية بتاعتها جدتها كانت قلقانة جدا وطلبت منه انه يشوف المستقبل، وانه لما فعلا شاف المستقبل شاف ان البيت بيتهد وان السحر بيروح، وشاف صورتها قدام البيت، لكن النبوءة ما كانتش ثابتة وان ليها اتجاهين، يعني لو حركناها كده هيبان ان البيت بيتهد ولو حركناها كده هيبان ان البيت لسه سليم. فقال لها برونو انه بسبب ان معروف عنه ان هو شؤم خلى والدته تصدق الاحتمال الأسوأ بدل الكويس، فطلبت منه ميرابيل ان هو يرجع يشوف لها النبوءة من تاني، لكن قال لها انه محتاج مكان مفتوح علشان يقدر يعمل الشعوذة بتاعته ويقدر يشوف النبوءة. لكن في الوقت ده كانت بتسمعهم حيوانات أنطونيو اللي راحت تحكي له على كل حاجة، وهنا بيعرض عليهم أنطونيو ان هم يروحوا الغابة بتاعته علشان يقدروا يشوفوا النبوءة من تاني، وفعلا بيروح برونو وبيبدأ يجهز نفسه علشان يشوف المستقبل فبيشوف نفس النبوءة من تاني، لكن ميرابيل بتقوله بعدين ايه اللي هيحصل، وبتشوف في الوقت ده فراشة رايحة في اتجاه الشمعة، ولما بتقرب من الشمعة بتلاقي ان نورها بيزيد وان هي حضنة واحدة، ولما الصورة بتوضح اكتر بتلاقي ان الشخص اللي هي حضناه ده هي اختها ايزابيلا، لكن ميرابيل ما بتصدقش وده لان هي واختها مفيش وفاق ما بينهم. لكن خالها برونو بيقول لها ركزي، انقاذ السحر معتمد عليكي انتي مش عليها هي. بتتأثر ميرابيل بكلام خالها برونو وبتقرر تعصر على نفسها ليمونة وتدخل لإيزابيل اوضتها، ولما بتدخل لها بتطردها لانها بتكون متعصبة جدا انها بوظت لها الجوازة بتاعتها، لكن هي بتقول لها انها هتساعدها وترجع تصالحهم على بعض، لكن إيزابيلا بتقول لها تنيلي انا اصلا ما كنتش طايقاه ولا كنت عايزة اتجوزه، وبسبب انها متعصبة بتزرع نبات جديد اول مرة تزرعه بسحرها، وده بيخليها مبسوطة فبتفضل تغني هي وميرابيل سوا لحد ما بيتصالحوا مع بعض. وكالعادة بتيجي الجدة تزعق في ميرابيل وتقولها ان هي السبب في اللي بيحصل لهم وان هي اللي بتضر العيلة، لكن بترد عليها ميرابيل وبتقولها انا مهما عملت عمري ما هقدر ارضيكي، انا بحب العيلة دي واستحالة اذيها، وبرونو كمان بيحب العيلة دي وعمره ما اذاها، لكن انتي اللي مش عايزة تشوفي ده. لكن في الوقت ده بيبدأ البيت فعلا يتهد وبيجروا كلهم علشان يخرجوا براه، وفي الوقت اللي كله بيجري فيه عشان ينقذ نفسه بتصمم ميرابيل انها تنقذ الشمعة، لكن للأسف بتطفي وبتروح المكان ده علشان تقعد لوحدها، لكن بتروح وراها الجدة وبتبدأ تحكي لها شوية عن جدها وعن ازاي هو وضعها علشان ينقذها هي وولادها، وان نفس المكان ده هو اللي لقت فيه الشمعة المسحورة. وهنا قالت لها جدتها انها من كتر خوفها من زوال المعجزة فقدت بصيرتها وما قدرتش تشوف ان هي معجزتهم الحقيقية،
وفجأة بتشوف ميرابيل الفراشة اللي شافتها في نبوءة خالها برونو، فبتكلم ميرابيل جدتها وبتقول لها انها عانت كتير علشان تربيهم لوحدها، وان هي سبب المعجزة بتاعتهم، وان هي سبب ان عيلتهم موجودة، وان هم يقدروا يرجعوا كل حاجة زي ما كانت طالما هما مع بعض. وفي الوقت ده بيظهر برونو اللي بيفضل يبرر سبب وجوده لانه خايف من والدته، لكن هي بتجري عليه وتاخده في حضنها، وده لانها ما كانتش متوقعة اصلا انها تشوفه من تاني. وبيرجعوا للبيت من تاني وبتقول لهم الجدة ان هما المعجزة الحقيقية. ولما بيظهر الخال برونو بيحضنوه اخواته وبيتبسطوا ان هما اخيرا هيقدروا يقولوا اسمه تاني من غير ما يخافوا. وبس كده. تفتكروا نهاية الفيلم هتبقى ايه؟ هيقدروا يرجعوا الهبة السحرية بتاعتهم من تاني ولا خلاص كده راحت عليهم؟ اتفرجوا على الفيلم علشان تعرفوا نهايته واكتبوا لي في الكومنتس عجبكم ولا لا، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس.